السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الورد ويا صباح الفل ويا صباح الياسمين. صباحكم كله نشاط وحيوية وكله طاقة إيجابية كده على عيونكم. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. وإن شاء الله النهاردة كده روتين جديد ويوم جديد من مطبخي، مطبخ أم ندى وجنى. أتمنى بقى تحطولي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بقى بينا يا حبايب قلبي نسمي الله ونقول يا هادي ود الشيطان ايه غادي. علشان خاطر كده ايه نستعيذ كده من الشيطان يا حبايبي، علشان خاطر كده ايه نقدر نكمل يومنا ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده، اول حاجة كده حبايبي زي ما انتوا عارفين ومتعودين معايا. طبعا احنا في ايام الدراسة يعني نقوم بدري. عايزة اقول لكم مبسوطة جدا جدا من نفسي، يعني ان بقيت اقوم بدري واصحى بدري واخلص الشغل البيت كله بدري، وبحس ان اليوم ما شاء الله تبارك الله كله بركة كده. ويعني بنجز فيه حاجات كتير بصراحة. والله انا كان ناقصنا حاجات كتير. الصحيان بدري ده بصراحة يعني حاجة جميلة جدا، يا رب يديمها علينا نعمة. اللهم امين يا رب العالمين. عايزه اقول لكم ان السهر ده بيكسر الجسم وبخليه حاجه كده. الله المستعان. بصوا بقى يا حبايبي، بديت يومي كده، صليت طبعا زي ما انتوا عارفين، صليت الفجر وصحيت جنى ومحمد. ندى بتقوم براحتها علشان بتاخد درس، ما بتروحش المدرسه. فعملت لهم اللانش بوكس بقى ومشيتهم على المدرسه، وقلت بقى ابدا ايه. وبعد ما جوزي طبعا مشي على الشغل ورؤى راحت الحضانه، قلت بقى اروق البيت كده واخليه بيبرق. كانت الفرش بتاعت السرير يا حبايبي كلها متبهدله. يعني ايه، قعدت 3 ايام على السرير. فقلت لا لا، لازم بقى ايه اقوم كده واخلي السرير كلها، هغير فرش السرير كلها ان شاء الله النهارده. بديت يومي كده. اول حاجه اوضه جنى نظفتها ونظمتها وخليتها زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله بصراحه يعني. الواحد بيحس براحة نفسية كده لما بغير فرش السرير. زي ما انتوا شايفين غيرت وحطيت ايه حاجات جديدة. وبعد كده يا حبايبي عايزة اوريكم الدولاب بتاعي. زي ما انتوا شايفين لازم ايدك على طول في الدولاب. انا بحب مثلا اروح اجيب حاجة، الاقي حاجة متبهدلة، اطبقها وانا واقفة. ليه؟ علشان خاطر ما بحبش افتح الدولاب الاقي الهدوم مقابلاني، فاهمين؟ تكون منعكشة كده. انا بتضايق جدا لما بلاقي الهدوم منعكشة. ويا جمال ويا جمال. وشايفين بقى اوضه ندى عامله ازاي. الله المستعان. المره اللي فاتت كانت موجوده معايا وروقتها، المره دي بقى انا اللي هروقها. قلت بما اني غيرت الفرش بتاعه الاوضه التانية، قلت لازم اغير برضو فرشه السرير وانضفها واظبطها واخليها زي الفل. طبعا يا حبايبي استعيذوا كده من الشيطان وقوموا كده ورتبي افكارك. عايزه اقولك من بالليل انا كنت قاعده كده مع نفسي، قلت هقوم من النوم ان شاء الله لو ربنا اداني العمر، يعني هقوم واعمل كذا واعمل كذا. رتبت افكاري بحيث انا لما البنات يمشوا على المدرسه اعرف انا بعمل ايه. قلت بقى ايه، هغير فرش السرير، هروق البيت، هنضفه هنظمه، هدخل على المطبخ بتاعي اشوف في ايه اعمله، هجهز غدا ايه كده. كل حاجة ان شاء الله هعمل لكم غدا النهاردة جميل. وعايزة اقول لكم ما عملتوش من زمان بجد. كان وحشني جدا. بياخد غلبة كتير وبيتاكل في 5 دقايق. تابعوا الفيديو للآخر وإن شاء الله الفيديو يعجبكم. بس ما تنسوش بقى اللايك حبايبي واخواتي، جزاكم الله كل خير. زي ما انتوا شايفين طبعا انتوا عارفين طريقتي في ترويق البيت. بس انا بحب كده كل يوم. طبعا انتي في البيت انتي عنوان البيت، عنوان نظافته. يعني انتي كل يوم ايدك تكون في البيت، بيتك بيكون نظيف. يعني عايزه اقول لك كل اللي يدخل بيتك كده يقول بسم الله ما شاء الله بيتها نظيف ومتروق وكده. وطبعا احنا مش بننظف عشان الناس يا حبايبي، احنا بننظف عشان نفسينا. علشان خاطر الناس مش هي اللي هتقعد في البيت، احنا اللي هنقعد في البيت. عشان خاطر نحس ان احنا كده ايه مبسوطين من جوانا كده. الواحد لما بيته بيكون نظيف بحس ان هو مبسوط كده، وبحس ان هو ليه قيمة في البيت، فاهمين؟ ربنا يا رب ما يحرمكم من بيوتكم ولا من أجوازكم ولا من أولادكم. اللهم آمين يا رب العالمين. شايفين بعد بقى ايه خلصت نظفت، قلت بقى ايه هشيل كل الحاجات اللي مش حلوة وادها عند الغسالة. هيكون عندي غسيل كتير كتير. الله يعني ربنا يكون في عون الغسالة بتاعتي والله.
خلصت بقى أوضة جنى ومحمد وأوضة ندى. قلت أدخل بقى على الصالة. الصالة عندي ما شاء الله تبارك الله ما فيهاش حاجات كتير، هو بس عادل المخدات الخدديات وبس كده يا حبايبي، وهو ايه، وهشفط الأرضية بالمكنسة. بس كده مفيش غير كده. ايه رأيكم يا جماله؟ ايه يا جماله؟ عايزة اقول لكم برضو عودوا اولادكم او بناتكم اي حاجة موجودة يعني مش معدولة في الأوضة بتاعتهم يعدلوها. ينضفوا الحاجة قبل ما يمشوا، فاهمين؟ يعني مثلا لو قلعين غيار متبهدل يحطوه عند الغسالة، بحيث ان انت ما تيجي تروقي البيت يكون البيت نظافته سهلة وبسيطة عليك. عايزه اقول لك ان جنى عايزه اقول لكم ان جنى كانت كانسه البيت الصلاه يعني بالليل، وحطت الحاجات دي ورا الباب. انا بتضايق جدا، ما بحبش نسيت ان هي تشيلها يعني بالفرشه والجاروف يعني وكده، بس انا قلت ايه برضه هكنسها بالمكنسه. بتعملي إيه يا ام ندى؟ قلت بقى يا حبايبي، انا يعني انا بحب ان انا احط ميه واحس ان البيت كده ريحته حلوه. فقلت لا، انا هشيل السجاده كده في جنب واكنس تحتيها. وبرضو الطرقة برضو هتشوفوني هعمل فيها ايه. بس وانا بفتح الباب كده لقيت السلم متبهدل، فقلت انا لو ما كنستش السلم دلوقتي ودخلت روقت الأوضة بتاعتي مش هكنسه، هكسل عليه. اه والله. ليه بقى؟ لان جنى هي عندي هي اللي بتكنس السلم كل يعني يوم ويوم لا، او ساعات كل يومين. بس بما انهم يعني بما انها في المدرسة فبتاخد وقت ودروس وكده فبترجع تعبان. فقلت ايه اكنسه انا بدلها بقى، يلا هعمل ايه. رحت جاي ايه كنساه، وكان متبهدل بصراحة. انا مش عارفة كمية العفار بصوا عاملة ازاي، اكن الواحد مش بيكنسه خالص والله العظيم، وانا على طول بكنسه بمسحه. الحمد لله رب العالمين يعني. بصوا بقى يا حبايبي، انا قاعدة في الدور التالت وده، وانا بكنس كده. دي كانت شقة سلفتي اللي تحت، وده المدخل يا حبايبي بتاعنا. بسم الله ما شاء الله السلم بتاعنا طويل يعني. وليا سلفتي فوق هي بتكنس من عند شقتها يعني، بس سلفتي اللي تحت مش موجودة، فانا بكنس ايه من عند شقتها. بس كده يا حبايبي كنست السلم وخلاص يا جماله يا جماله. خليته نضيف وزي العسل. ليه بقى؟ السلم لما يكون متبهدل بيبهدل لي الشقة والعفار والتراب واللي يدخل واللي يطلع، فاهمين؟ فانا قلت لا، تعالي بقى يا بنتي يا ام ندى يلا ايه نكمل ترويق. دخلت على الأوضة بتاعتي. انتوا عارفين طبعا ان انا على طول على طول قرفاكوا ومزهقاكوا وبنضف اوضتي على طول وكده، فانتوا زهقتوا منه بصراحة، بس معلش استحملون. بحب بقى اشارككوا يومي واقول لكم انا بعمل ايه وكده، والناس اللي زي حالاتي كده وعايزة تشجع بتقوم. انا لما بفتح الكاميرا بشجع بيكوا، انتوا بتشجعوني وانتوا بتشجعوا بيا، وربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا هشيل في فرشة السرير يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. انا كنت رحت فين؟ كنت بجيب غيار للسرير. بصوا بقى هشيل كل حاجة كده موجودة على السرير، وهنسمي الله كده ونقول الدعاء الجميل بتاعنا: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي والجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. مسكت كده يا حبايبي السرير، الراس بتاعت السرير كده نفضتها كويس، ونفضت المراتب، وبعد كده هفرش الملاية دي. وكان عندي المفرش ده برضو، المفرش ده كان من ايام فرحي، بحبه جدا، ناعم كده ملمسه حلو وجميل. هفرشه برضو. عايزين نحس بالدفى يعني، بالدفى كده وبالشتاء وروايح الشتاء. فقلت برضو ايه افرش السرير واخلي البيت كله دفايات كده بحيث ان احنا ندفى يعني. بس كده. والتربو ده يا حبايبي كان معلهوش الا حاجات بسيطة كده، مسحته وهبدأ ان انا احط عليه مفرش بسيط كده، واحط الشواحن بتاعة التليفون وبس كده. وكانت المصلية هطبقها، والمفرشين دول يعني وشين الخداديات دول ما كانش ليهم عازة، فهطبقهم واحطهم في الدولاب تاني. بس كده هنضف بقى ايه الكرسي بتاعي وافرشه وخلاص كده. واوضتي ما فيهاش حاجات كتير، مش متبهدله يعني للدرجه، لان الحمد لله رب العالمين انا ايدي فيها على طول.
بصوا بقى، شلت الهدوم برضو وديتها عند الغسالة وهبدأ ان انا اشفط بالمكنسة. بصراحة اللهم ديمها علينا نعمة يا رب، المكنسة دي جميلة جميلة، بتشيل كل العفار والتراب. علشان خاطر المقش يا حبايبي، ما بنيجي نكنس بيها بتطلع لك عفار وتراب على الحاجة اللي انت لسه مروقاها. فبصراحة هي جميلة جدا. بصوا انا شلت الفرش بالشكل ده كده. هتعملي يا منى، جبت طبق كده فيه شوية من الكلور، على شوية كده من البرسيل، على شوية من المعطر، عايزة ريحة البيت تكون حلوة كده. قلت اطوق بقى ايه الارضية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وبرضو مسحت البسطة بتاعة السلم قدام باب الشقة علشان خاطر برضو تديني ريحة حلوة كويسة يعني. ده البلاط ده يا حبايبي بلاط قديم، بس هو حلو، ليه مميزات وله عيوب. مميزاته ان الحاجة بتمسك فيه ما بتتزحلقش، يعني مثلا لو انت فرشة سجادة او اي حاجة ما بتتبهدلش، ما بتتزحلقش معاكي، بتفضل ثابتة. والحمد لله رب العالمين، اللهم ديم علينا نعمة، برضو هو حلو مش وحش، احسن من ما فيش خالص، الحمد لله رب العالمين. في الوقت ده يا حبايبي انا شغلت المراوح بتاعة البيت كله، عايزة كده هوا جديد، وعايزة البيت كله يا جماله يا جماله، روايح حلوة كده من الاخر، حاجة كده فاخر يعني من الاخر. بصوا بقى يا حبايب قلبي، برضو مسحت الأوضة بتاعتي، قلت اطوقها برضو واديها ريحة حلوة كده. النهارده بما اني قايمه بدري كده واليوم كله يعني نشاط وحيويه، فقلت اعمل لهم اكتر اكله بيحبوها وبتخلص في 5 دقايق. هتشوفوني هعمل ايه، بس مش هقول لكم الا لما ايه تشوفوني هعمل ايه. كملوا بس الفيديو للاخر، وان شاء الله الفيديو ده جميل يا حبايبي، وتحفيزي وتشجيعي من الدرجه الاولى. انا مش مقصره معاكم في حاجه، عماله اصور لكم فيديوهات روتينات كتير جدا بحيث ان انا اشجعكم واحفزكم، بس انتوا للاسف انتوا مقصرين معايا، مقصرين في اللايكات طبعا والتعليقات وكده. خلاص الحمد لله رب العالمين، نظفت البيت وظبطته خليته ما شاء الله تبارك الله. هبدأ بقى زي ما انتم متعودين معايا، انا ما عنديش بخور بصراحة. كان البخور اللي جوزي كان جابه من السعودية خلص من زمان. فقلت بقى ايه، بما اني يعني عندي معطر وكده، فقلت هرش البيت كله بالمعطر. وعايزة اقول لكم بحب احطه كده على الستاير وعلى المفارش، بيثبت الريحة بتفضل ثابتة، والبيت بيفضل ريحته مدة كبيرة، يعني بيكون ريحته حلو. بعد كده يا حبايبي بطفي الانوار بتاعة البيت، وبخلي البيت بتاعي هادي ورايق. وبرضو على السلم كده بحب ارش على السلم. الشوكولا دي فيها ايه يا منى؟ ده فيها عيش نشف يا حبايبي، كنت منزلها من فوق علشان جوزي ياخدها يعني في البيت التاني. وبرضو زي ما انتوا شايفين كده البيت كله ما شاء الله تبارك الله. ايه رأيكم؟ حطوا بقى لايك لمنى، وصلوا على النبي يا حبايب قلبي، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ايه رأيكم؟ الروتين ده يا حبايبي كان روتين يوم الخميس، تمام كده. بصوا بقى كمية الهدوم، عايزة اقول لكم الطرقة برضو بتاعتي كانت نظيفة، والحمام بتاعي ما شاء الله تبارك الله برضو نظيف وزي العسل. تعالوا بقى ندخل على المطبخ ونشوف مطبخنا فيه ايه النهاردة. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. بص بقى يا حبايبي، دي بس الحاجات اللي كانوا ايه، ما كانش عندي مواعين، دول اللي كانوا شاربين فيها بس الكوبايات بتاعة المية. وكان عندي حلة كده فيها شوية رز، قعر الحلة يعني. فقلت ايه، اخمرها. وده الممبار يا حبايبي، قلت ايه، كان جوزي بعتهولي من المحل يعني. حطيته في شوية مية يفك، وقلت بقى ايه اول حاجة هعملها قبل ما انضفه ان انا اغسل الايه الكوبايات كويس. الكوبايات يعني الحاجات اللي كانت موجودة. عايزة اقول لكم ان انا كنت عايزة انزل لكم طريقة عمل الممبار في الفيديو ده، بس لقيت الفيديو يا نهار ابيض نص ساعة. فقلت لا كده كتير، فهعمل ايه بقى يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. هغسل المواعين زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله. يعني المطبخ لما بتكوني انت مبيتاه نظيف وما فيهوش مواعين، فالحاجه ما بتكونش كتير عليكي، فاهمه؟ فبتخلص دقايق كده بتكوني مخلصاها في ثواني، بتكوني عامله الحاجه بس كده. ودي الحله، كان اصلا قبلها بيوم كان عندنا رز صياديه وكنت عامله سمك يعني. بس يا حبايبي هنغسل الحله كده غسله كويسه. الألمونيوم يا حبايبي بحب اغسله اللي هو الصابون اللي انا عاملاه، اللي هو الصابون الابيض، بيخليها بتبرق كده.
لو انتوا وصلتوا لحد هنا حطوا بقى لايك لمنى ده واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ما كنتش هقول لكم حطوا لايك، تمام كده؟ حطوا بقى لايك من نفسيكوا يعني، اللي بيحب منى ده هيحط لها لايك. بس كده يا حبايبي، وغسلنا الحلة وادي الممبار بتاعي. ان شاء الله هنزل لكم الفيديو كامل لوحده كده وبطريقته، وازاي انا بعمله الخلطة الجميلة الجبارة. علشان خاطر يا حبايبي والله لقيت هياخد وقت كبير عليكم وانتم ما بتحبوش الفيديوهات تطول يعني. بصوا بعد ما الممبار ما استوى يعني بالطريقة دي كده بخرجه. ما شاء الله تبارك الله. بصوا هعمله ازاي، يعني طريقته جميلة جدا. ان شاء الله انتظروا الفيديو اللي جاي، هنزل لكم طريقته كاملة وازاي ان انا بعمله الخلطة الجميلة. بعد ما خلاص يا حبايبي طلعته كده يبرد، قلت ايه المواعين اللي هي بتكون بعد عمايل الممبار يعني. بصوا عاملة ازاي، يا نهار ابيض. فانا لازم ايدي تكون في الحاجة، ايدي لازم تكون في الحوض، لازم انضف حوضي واخليه بيبرق وجميل وزي الفل. انا ما بحبش اكركب حاجة، يعني مثلا انا اخلص حاجة اغسلها على طول. المواعين دي كلها مطرح الاكل، مكان ما انا كنت مجهزة للاكل يعني. الكبة اللي كنت عاملة فيها الحاجات والمحتاجات اللي انتوا ان شاء الله هتشوفوها في الفيديو اللي جاي. مش عايزة احرق لكم الفيديو، بس ان شاء الله في ناس طلبته مني وقالت يا منى عايزين الممبار بطريقة حلوة كده وتنزليه في فيديو لوحده. فان شاء الله هنزله لكم الفيديو اللي جاي بإذن الله، انتظروه. فيديو جميل جدا ان شاء الله هيعجبكم وهتستفادوا منه. انا كنت عملت الممبار بطريقة قبل كده يا حبيبي على القناة وعجبت ناس كتير وشكرت في الخلطة. وان شاء الله برضو هتشوفوني هعمل الخلطة ازاي بطريقة حلوة كده، طريقة مميزة. وكل اللي هيدوقه من ايدك هيشكر لك فيه وهيكون ايه يا جماله يا جماله. خلاص كده يا حبايبي، غسلت المواعين وغسلت الحوض بتاعي وهخلي مطبخي بيبرق. بس كده هنشطف الحوض بتاعنا وتعالوا بقى ايه نحمر الممبار بتاعنا. علشان كان الوقت كان جوزي خلاص قرب يجي، فانا لازم الاكل بتاعي يكون سخن. احنا بنحب الاكل بتاعنا ايه يكون سخن كده يعني، ما بنحبوش بارد. بس كده يا حبايبي، تعالوا بقى بينا نحمر الممبار. هنسيب المواعين بتاعتنا تتصفى براحتها. والممبار بتاعي ما شاء الله تبارك الله بجد حاجة كده تستاهل بقكم. والله ببقى نفسي ادوق كل حد منكم بيتفرج عليا، بس هعمل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. ربنا يا رب يرزقكم ويرزقنا من حيث لا تحتسبوا، اللهم امين يا رب العالمين. خلاص يا حبايبي خلصنا الممبار كله بطريقة سهلة وبسيطة. وجه ميعاد التقديم زي ما انتوا شايفين، شكله بيتحدث عن نفسه. عايزه اقول لكم والله مستوي ولا متعجن من جوه ولا حاجه، مفلفل وجميل. وكان عندي كام حته لحمه كده حوالي نص كيلو يعني، وبألف هنا وشفا. وبعد كده يا حبايبي بعد ما اتغدينا خلاص شطبت الحوض بتاعي وخليته بيبرق زي ما انتوا شايفين. وكده انتهى فيديو النهارده. دمتم في امان الله.